هعمل لك محاضره باذن الله 20 25 درجه في الامتحان، وهتدعي لي وانت قاعد في اللجنه فيها المنهج بالكامل. طب 3 ايام ونص يا دكتور مجدي قبل الامتحان و6 ايام ونص قبل، يا حبيبي ده تعمل فيهم ابداعات وتكسر فيهم الدنيا وتلم فيهم المنهج وتبقى 100 100 كمان. انا حاطط في الحصه دي خبرتي كلها على مدار 42 سنه. حبايبي طلبه وطالبات الثانويه العامه والثانويه الازهريه، انا بس عايز اقول لاولادي كلمتين خدوهم من اب مش من مدرس. يا حبيبي الامتحان ده مسابقه. يعني ايه مسابقه؟ يعني حضرتك تخش هتمتحن وسيب الامر لله من قبل ومن بعد، دي مش بتاعتك. ربنا ما قالناش ابدا وقل انجحوا، ما قالناش وقل تفوقوا، وقل اعملوا. اشتغل واسكت، اشتغل واسكت. لو النتيجه مشيت مع توقعك اشكر ربنا، لو النتيجه ما مشيتش مع توقعك برضه تشكر ربنا. مش ده القرآن؟ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اشتغل واسكت، ذاكرت، قصرت، الامتحانات ماشيه على مزاجك مش ماشيه على مزاجك، اشكر ربنا لغايه ما تكمل على خير، وان شاء الله ربنا هيفرحكم وهينجحكم وهتتبسطوا وهتسعدوا. فعايزين نهدى كده يا ولاد، مش عايزين توتر. طلبه الازهر والثانويه العامه بيمتحنوا، معنوياتنا في السماء، معنوياتنا في السماء. اعمل اللي عليك، اسكت. اهو بقول كلام بسيط وكلام سهل. دكتور مجدي انت هتعمل معانا ايه في الاحياء؟ ركزوا بقى كده معايا وصحصحوا شويه. لكل داء دواء، مفيش علاج بيعالج كل الامراض. في طالب من حضراتكم في جزء واقع منه، الدي ان ايه مشكله، خدته في اخر السنه واتكروت وما خدتوش باتقان وما ذاكرتوش كويس زي الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني. واحد تاني عنده مشكله في الجزء بتاع الجيولوجيا، واحد عنده مشكله في الجزء بتاع التكاثر. وبالتالي بقول تاني، كل حاله من حضراتكم انت حاله بابا. يعني ايه حاله؟ يعني انت عايز 3 ايام ونص، واذا كنت ثانويه عامه 6 ايام ونص. اعمل فيهم ايه عشان اخش اجيب اعلى الدرجات وربنا يكرمني واقفل الماده دي واجيب 60 من 60؟ اعمل ايه؟ اسمع كده الدكتور مجدي هيقول لك بقى تعمل ايه بالراحه وبالعقل. رقم 1، احنا عاملين حصه هتنزل على اليوتيوب لطلبه الازهر فقط، وحصه اخرى لطلبه ثانويه عامه فقط. هتخش تسمعها، ركز في اللي انا بقوله ويبقى عندك صبر على نفسك. افهم من الالف للياء. انا حاطط في الحصه دي خبرتي كلها على مدار 42 سنه، لاني نفسي افرحك وافرح والدك وافرح والدتك عشان تدعوا لي. انتبه للي بقوله. فهتخش تسمع المحاضره دي من الالف للياء، دي مش اقل من 20 درجه، ده ان لم يكن 25 درجه او اكثر. افهموا. يبقى تخش تسمع الحصه دي. الحصه دي فيها ايه؟ فيها الدي ان ايه، وفيها الار ان ايه، وفيها التكاثر، وفيها المناعه، وفيها الدعامه والحركه، وفيها التنسيق الهرموني، وفيها الجزء الخاص بالجيولوجيا. افهم انا بقول ايه. فيها المنهج بالكامل. فتخش تسمع الحصه دي هتفيدك جدا. وانا قلت انا حاطط فيها خبره عمري كله عشان افيدك لله. هتخش تسمع الحصه دي، اذا كنت مبسوط ومية مية وظبطت معاك هتتواصل مع فريق عملنا هيوجهوك تعمل ايه. بنقول كلام بسيط وسهل اهو. طب يا دكتور مجدي، حصه الازهر يسمعها طالب الازهر، حصه ثانويه عامه يسمعها طالب الثانويه العامه، عشان ده هيمتحن بطريقه وده هيمتحن بطريقه مختلفه تماما. طيب وبعدين انت وانت بتسمع انت هتستشعر نقطه ضعفك فين وانت عارفها. قد تكون الدي ان ايه، قد تكون الجزء بتاع الجيولوجيا، قد تكون الى اخره. اعمل ايه بقى؟ هتطلب رقم تليفوني لو سمحت. خلاص حددت نقطه ضعفك بعد ما سمعتني في المحاضره دي؟ قال لي تتواصل بقى معايا، قول لي انا مشكلتي كذا، انا هوجهك يا بابا وهقول لك تعمل ايه وتحل مشكلتك ازاي. طب 3 ايام ونص يا دكتور مجدي قبل الامتحان و6 ايام ونص قبل، يا حبيبي ده تعمل فيهم ابداعات وتكسر فيهم الدنيا وتلم فيهم المنهج وتبقى 100 100 كمان. بص انا قلت ايه؟ بس المهم تستثمرهم صح. يبقى نخلص الامتحان الماده اللي قبلينا ونروح بيتنا على الساعه 1
تتكل على الله قدام عينك، ترتاح لك شويه وتتغدى كده وتصلي الظهر، وتقوم ساعه ونص ساعتين تقوم تسمع المحاضره دي. ها، بعد ما تسمعها انت هتحس انت رايح فين. انا عندي مشكله في الحته دي، تواصل معايا. لا انا ما عنديش مشاكل، هتتواصل مع فريق عملنا يوجهوك تعمل ايه. افهم افهم، هتلاقي نفسك بتلم الموضوع كويس جدا جدا جدا. دي نصيحتي لاولادي. لكن ما ينفعش، واخد بالك انت، نعمل كتاب نحط فيه شويه اسئله ونروح نحلهم. مش صح، لان انتوا مش زي بعض. افهم، ما ينفعش نقول هنشرح الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني، وبعدين تاني يوم هنشرح التكاثر، وتالت يوم هنشرح مش عارف. ما ينفعش، هنضيع ولادنا كده وهنضيع الوقت. انت هتمتحن من 9 ل 12 الكتاب كله. انا هعمل لك محاضره باذن الله 20 25 درجه في الامتحان، وهتدعي لي وانت قاعد في اللجنه. وانت بتسمعها انت هتعرف نقط ضعفك ايه. تواصل معايا، خد بالك هحطك في النقطه الصح. اذا كنت مبسوط وما عندكش حاجه وفهمت الحصه كويس، روح بقى تواصل مع فريق عملنا، هم يوجهوك تعمل ايه قدام عينك. انا هلم المنهج بالكامل، ما تخافش، وهلمه كويس جدا في دماغك بطريقه الامتحان. بطريقه الامتحان. اقول ايه تاني؟ ربنا ينفعكم باللي انا عملته، ويوفقكم وينجحكم ويسعدكم ويسعد ابائكم وامهاتكم، ويا رب يرضى عنكم وتكونوا موفقين وناجحين، وكل واحد فيكم يحقق اللي نفسه فيه باذن الله تعالى. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.